نركب المايك بتاعنا عشان تسمعونا اشطر كتكوت. سامعيني ان شاء الله تكونوا سامعيني. نبدا بقى فيديو النهارده. حلقه النهارده انا حاسه ان قعده رغي، يعني انا كده جايباكم قدامي في قعده رغي بجد، هنتناقش في موضوع مهم هو شاغلنا وشاغل ناس كتير قوي، فحسيت انا لازم اتكلم معاكم فيه. الفتره اللي بتحس ان دماغك فيها مليون حاجه وانت مش عارف تفك المليون حاجه دول من بعض، فبتحس انك مضغوط ومش مرتاح في حياتك. ايوه احنا بقى في الفتره دي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. حاسه ان انا بقالي كتير غايبه عليكم، بس انا مش غايبه عليكم بقالي كتير، بس النهارده راجعه لكم بفيديو جديد ومناقشه جديده ورغي جديد، واتمنى تستحملوني لاخر الفيديو. طبعا انا حاسه ان انا مش متعوده بطلع معاكم من المكان ده، بس النهارده هي قعده رغي بجد، فمعلش احنا هنقعد النهارده هنا ومفيش كلام على كتب او روايات او اي حاجه خاصه بالاعمال الادبيه. انا عارفه ان في ناس كتيره مستنيه مني مراجعه اعمال جديده، ومراجعه الاعمال الجديده جايه في الطريق، بس مش النهارده هي قعده رغي، هنفضفض مع بعض ونتكلم مع بعض. بس المهم طمنوني عليكم، عاملين ايه الفتره دي وبتعملوا ايه الفتره دي. وحقيقه انا بتبسط جدا لما بتسيبوا لي كومنت على اي فيديو وبتعملوا معايا كده حوار في الكومنتات. قبل ما نبدا مش عايزاكم تنسوا تعملوا لايك واشتراك، وكمان تسيبوا لي كومنت زي ما اتفقنا، وناخد بق من البابونج بتاعنا ونبدا حلقتنا ورغي النهارده. فيلا بينا نبدا مع بعض. يلا نبدا. اكتر فتره حاسس ان كل حاجه عبء عليك، كل حاجه عامله ضغط عليك، حتى لو الحاجه اللي هتعملها قد كده بس هي مسببه لك ازمه كبيره وحاسس انها حاجه انت مش قادر لها. الفتره دي بالتحديد اللي انا جاي اكلمك عنها في فيديو النهارده، لان في الفتره دي ما بنبقاش شايفين اي حاجه كويسه، كل حاجه تقيله على قلبنا، كل حاجه صعبه، كل حاجه حتى لو بنحبها مش عايزين نعملها. فكره ان الفتره دي بتيجي فجاه على حياتك، فبيبدا يتكون اسئله كتير جدا في بالك ومش بتبقى لاقي ليها اجابه. زي انا ليه حاسس بكده؟ ما انا كنت كويس، واشمعنى انا بمر بضغط في حياتي؟ هو ما ينفعش يعدي فتره واكون فيها للاخر كويس؟ هو لازم اقع؟ طب هو انا قصرت في ايه عشان كده بتعاقب؟ كلها اسئله بتسود الدنيا في عينيك اكتر، وبتحسسك بضغط وتقل في دماغك زياده على التقل اللي موجود اصلا. عايزاك كده تهدى وتاخد بق من المشروب اللي انت بتشربه وانت بتسمع الفيديو، وتكمل معايا الفيديو واحده واحده. انا مش جايه النهارده عشان اقول لك كلام علمي، او جايه ارتب لك كده خطوات تمشي عليهم في حياتك هتوصل لنتيجه وتحس انك خلاص مرتاح. انا جايه انقل لك كلام نابع عن خبره، عن مواقف كتير انا مريت بيها في حياتي، عن فتره ضغط انا تعرضت لها في حياتي، فنعتبرها قعده دردشه مع حد ممكن يكون قريب منك حتى لو هو من ورا الشاشه. عايزاك كده ترجع معايا شويه للايام اللي انت كنت فيها كويس. هل انت من ساعه ما اتولدت ولغايه ما وصلت الايام دي كنت على طول كويس، ولا في النص كنت بتقع وقعات كتيره وبتحس انها قفلت وخلاص كده؟ اكيد كانت كل فتره بتبقى فيها كويس كان قبلها فترات انت بتقع، وفترات بتحس انها اتقفلت، وفترات بتحس ان الحياه خلاص مش هتكمل بشكل كويس. بس بتتفاجئ بعد كل فتره ضغط انت بتمر بيها، بعد كل ازمه انت بتمر بيها، بعد اي حاجه سلبيه بتمر بيها، انت بتقوم من تاني وبتتراضى وبتقابل فترة كويسة وبتعيش مرتاح لفترة. أنا عارفة إنك مش فاكر الفترة دي، أو حاسس إن المرة دي غير أي مرة أنت وقعت فيها، لأن أنا زمان لما كان بيتقالي ما أنت مريتي فترات صعبة وقمتي من تاني وتراضيتي، كنت بقول لهم أنا حاسة إن أنا ما مريتش بأيام كويسة. لا، أنا حاسة إن الفترة دي أصعب من أي فترة، أنا حاسة إن الفترة دي مش هقوم، مش هرجع تاني. بس أنا جاي أقولك لا، إن مهما طال فترة حزنك، مهما طال فترة الضغط اللي أنت عايش فيها، مهما طال فترة المواقف اللي انت عمال تمر بيها وحاسس انها بتخبطك، انت هيجي عليك وقت وهتتعوض، هيجي عليك وقت وتبقى احسن، هيجي عليك وقت وهترتاح. حرفيا ربنا قادر في لحظة واحدة انه يغير لك كل حاجة وحشة في حياتك بتحصل لك، كل حاجة انت حاسة انها ضغط وعبء عليك، في لحظة ربنا قادر يحولها لحاجات انت مرتاح فيها ومبسوط بيها. هتقولي ما انا بدعي كتير، مش مقصر في الدعاء، ومع ذلك مش شايف نتيجة. الفكرة وانت بتدعي انت مستني نتيجة دلوقتي، او نتيجة بعد شوية، او نتيجة بكرة. دايما حاطط نفسك في ضغط ان لازم نتيجة الدعاء دي تحصل على طول. انا بدعي عشان الحاجة تحصل، انا بدعي عشان ارتاح على طول، بس الحقيقة انه ما بتجيش كده. نتيجة الدعاء اللي انت بتدعيه لربنا حرفيا بتظهر لك وقت ما بتدعي بيقين، وقت ما خلاص بتبقى حاطط ثقتك كلها في ربنا وسايبها على ربنا فعليا. اللحظة اللي بتدعي فيها فعلا ربنا بيقين وانت سايبها كده عليه، وبتبقى مرتاح فعليا من جواك وانت سايب عليه، هي دي اللحظة اللي بعديها بتشوف نتيجة دعائك، هي دي اللحظة اللي بتغير كل حاجة من حواليك.
ومع مرور الوقت بتبدأ تظهر لك الحكمة من كل ابتلاء أو من الفترة اللي انت مريت بيها. فسيبها على ربنا، لأن ربنا هو الوحيد اللي قادر يقول للي انت نفسك فيه كن فيكون. وصدقني هيكون وهترتاحوا في الوقت المناسب ليكم، لان فعليا الوقت اللي انت بتسلم كل امورك لربنا او بتسيبها على ربنا هي دي اللحظة اللي انت روحك فيها بتهدى. بتبطل بعدها فكرة انك عاوز كل حاجة بسرعة، انا عايزة اتحسن بسرعة، انا عايزة اوصل للاستقرار بسرعة، انا عاوز الامنية اللي انا بتمناها تجيلي بسرعة. لما بتسلم امورك لربنا وتبدأ تهدى فعليا بتبدأ حياتك تستقر استقرار انت ما مرش على بالك قبل كده. ان فكرة انك تحط نفسك في ضغط انك عايز كل حاجة بسرعة ده مش هيوصلك لحاجة، لان امورك والحاجات اللي مكتوبة لك مش على مزاجك. الوقت اللي هتتعوض فيه، الوقت اللي هتوصلك الحاجة اللي بتتمناها، الوقت اللي هيجيلك حاجة انت محتاجة، كل حاجة مكتوبة لك وقت من عند ربنا هتجيلك في الوقت المناسب. فكرة انك تبقى حاطط نفسك في ضغط انك مستني الحاجة دلوقتي او انا بدعي عشان تجيلي دلوقتي ده مش هيريحك. فكرة انك تسيب حياتك على ربنا، تسيب امورك كلها على ربنا، ده هيخلي حياتك تهدى. لانك لما ما بتسيبهاش على ربنا او ما بتبقاش سايبها على ربنا بكل يقين ان هيجيب لك الحاجة في الوقت المناسب، بيخليك تمر بفترة انت عاوز كل حاجة دلوقتي. انا عاوز كل حاجة بسرعة، اللي بتمناه انا عاوز دلوقتي، اللي نفسي اوصله انا نفسي اوصله دلوقتي او في اقرب وقت. فده هيخليك عايش في فتره من الضغط. فكره انك تبقى عايز كل حاجه بسرعه ده هيضغط عليك بشكل اوحش، ولما ما توصلش للحاجه اللي نفسك فيها بسرعه او في الوقت اللي انت محدده او شايف انك مفروض توصل للحاجه دي في الوقت اللي انت شايفه لنفسك، تفضل وقتها تسال نفسك مليون سؤال، اللي هو انا ليه كل حاجه متلعبكه معايا؟ وانا ليه مش كل حاجه متيسره لي؟ طب هو انا وحش؟ طب هو انا ما استاهلش؟ بس انت لا وحش ولا انت ما تستاهلش. هو انت مش سايبها على ربنا، مش بتدعي بيقين، مش مسلم امورك لربنا، مش مدرك ان كل حاجة هتجيلك بميعاد، وان الحياة مش على مزاجنا، وان امورك مش على مزاجك، كلها ترتيبات مترتبة لك من عند ربنا، وكلها هتجيلك في الوقت المناسب. الوقت المناسب اللي مكتوب لك فيه تتعوض، انك تهدى، انك ترتاح، انك توصل لحاجة انت نفسك توصل لها. وقت فعليا اللي مكتوب لك فيه انك توصل للحاجة اللي نفسك توصل لها او ترتاح او تتعوض في حياتك، هو ده الوقت اللي فعليا هتحس بقيمة اللحظة اللي هتمر عليك. لان فعليا في حاجات كتير في حياتنا لما بتجيلنا بدري او بتجيلنا بسرعة ما بنحسش بقيمتها. لما ما بنحسش بقيمة الحاجة فعليا ما بنقدرش ان احنا نحافظ عليها. زي استقرارك النفسي، اوقات كتير بتبقى انت سبب ضياعه، ده لو ما كانش دايما يعني. فكفايه ضغط اسئله على دماغك، كفايه فكره انك شايف كل حاجه سودة من حواليك وانك مش هتوصل لحاجه وانك ما تستحقش حاجه في الحياه. طاقتك ما خلصتش وانت لسه فيك نفس تكمل. بس الفكره ان لازم تمر على حياتنا فترات نتعلم منها، فترات تعرفنا قيمه كل حاجه جايه حلوه على حياتنا. يمكن من اكتر الفترات اللي انا عذبت نفسي بالاسئله فيها هو وقت ما توفى جدي الله يرحمه. قد ايه انا كنت متعلقه بالشخص ده، قد ايه انا كنت معتمده على الشخص ده، قد ايه انا كنت حاسه ان الشخص ده المفروض يكمل معايا حياتي في تفاصيل كتيره، وفي تفاصيل كتيره ما تنفعش من غيره. فجاه يروح، طب هو ليه راح؟ طب هو انا ما استحقش ان هو يكمل معايا؟ طب هو ليه لما بحب حد ما بيكملش معايا؟ هو مش وعدني؟ طب هو انا عملت حاجه خليته ان هو ما يبقاش قد وعده معايا؟ طب هو ليه ربنا بيعمل معايا كده؟ طب هو انا ربنا ما بيحبنيش؟ طب وانا ما استحقش ان يفضل حواليا شخص بحبه؟ واسئله من دي كتيره مع كل موقف بنقابله، من خذلان الناس لينا، خذلان صحابنا المقربين في اوقات كتيره بنبقى محتاجينهم. طول ما انت مركز مع فتره الضغط اللي انت بتمر بيها هتفضل تسال نفسك هو انا استاهل الحزن؟ هو انا فعلا وحش؟ طب هو انا ربنا ما بيسمعش دعايا ليه؟ بس بعد سنين بتتفاجئ بحكمه كل حاجه بتحصل حواليك، واوقات ما بتظهرناش الحكمه بس بتتعوض، ولما بتتعوض بترتاح. بس الفكرة ان كل حاجة بتحصل لك، سواء الحكمة لما بتظهر لك او لما بنتعوض، كل ده بيبقى بعد دعاك لربنا، بعد دعاك بيقين، بعد ما بتسيبها عليه فعليا، بعد ما بتمشي امورك وحياتك وانت عارف انها كلها تدابير من ربنا، وان كل حاجة هتجيلك في الوقت المناسب. بس انت اعمل اللي عليك وسيبها على ربنا. بس كده هتبقى خلصت مناقشتنا النهارده، وبتمنى يكون الفيديو كان خفيف على قلبكم، وبتمنى من ربنا ان يعوض قلوبكم دايما بكل خير. وما تنسوش انكم تعملوا لايك وتعملوا اشتراك، وتسيبولي في الكومنتات عايزين نتناقش في ايه الفترة الجاية، او عايزيني اتكلم عن انهي كتاب الفترة الجاية. واشوفكم على خير.